يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين العجينة، شايفين المنظر تحفة. النهاردة معانا فطاير، سندوتشات، حواوشي، شوفوا سموها اللي تسموها بقى. هي كده عجينة خطيرة تمشي معاكي اي حاجة. عجينة تحفة تحفة تحفة. هتعالوا اقول لكم بقى احنا حطينا فيها ايه ومكوناتها كانت ايه، وكام تركايه كده تخلي العجينة معاكي خطيرة. بس الأول نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسمي الله وندخل نشوف كده أول حاجة هنعملها في المكونات بتاعتنا. تكاد تكون كتيرة كده بس هتلاقيها سهلة كده وجميلة كده، وهتطلع معاكي عجينة خطيرة. أول حاجة بقى هعملها هحط 3 كوبايات من الزبادي اللي هو البلدي ده. انا هعمل 2 كيلو دقيق، فالتلات كوبايات زبادي دول هيخلوا لي طعم العجينه وطراوه العجينه خطيره. اهم حاجه الزبادي ده بيخلي العجينه تحفه. حطيت على 3 كوبايات من الزبادي حطيت 4 معالق من السكر الكبير، وكمان حطيت يعني حوالي معلقتين كبار من الخميره اللي هي القطعه، اللي هي اسمها الخميره البيره. مش متوفره عندك هتعملي ايه؟ هتحطي 2 باكت من الخميره اللي هي الفوريه. 2 باكت في الحر كفاية جدًا، لكن طبعًا لو في جو شتا بتحطي 3 باكيتات أو 4، بس في الحر كفاية عليكِ 2 بس. وحطيت كمان عليها معلقتين من المَيّة، وهابدأ أدوّب الخليط ده مع بعض، اللي هو كان إيه، كان ال3 كوبايات زبادي، وحطيت عليهم كمان معلقتين الخميرة البيرة كبار، و4 معالق من السكر، وحبة مَيّة صغيرين، وهابدأ أقلبهم كويس جدًا، جدًا، جدًا لحد ما يدوبوا، الخميرة تدوب والسكر كمان يدوب. الزبادي مهم جدًا، جدًا في الوصفة دي، بيخلّيه حلو أوي، أوي، أوي. خلّي العجينة طرية وطراوة كده مش طبيعية. هاغطّيها بقى كده وهاسيبها حوالي 10 دقايق بالضبط أو أقل، لحد بس ما ألاقي الخميرة عِليت شوية. عقبال ما الخميرة بقى تعلى شوية كده، تعالوا نجهّز بقية مكوناتنا، ومن هنا هتبدأ أهم أسرارنا بقى في العجينة. حطيت هنا ربع كوباية من الزيت، المَج ده صغير، ده ربع كوباية أو ربع مَج، وكمان حطيت نُص مَج من اللي هو اللبن البودر، وحطيت ربع كوباية من النشا. اللبن البودر والنشا بيخلّي العجينة خطيرة، بيخلّي العجينة كده هشة، مساماتها كده حلوة كده وجميلة وطرية كده، ومهما تقعد معاكِ ما بتفرولش أبدًا. اللبن البودر والنشا دول أهم حاجة في الوصفة. بعد كده باحط عليهم باكيت واحد من الفانيليا، ده بقى بيخلّي العجينة ريحتها خطيرة، الباكيت ده. خلاص، وكمان هاحط عليهم بقى إيه، على كل كيلو دقيق هاحط باكيت من البيكنج باودر، برضه بيخلّي العجينة هشة ويعتبر زي محسِّن خبز كده خطير، إنِّك تحطّي على كل كيلو دقيق باكيت من البيكنج باودر. خلاص، يبقى أنا حطيت إيه، هنا حطيت ربع كوباية من الزيت، وحطيت نُص كوباية من اللبن البودر، وربع كوباية من النشا، وكيس فانيليا، و2 باكيت أو باكيت فانيليا و2 باكيت من البيكنج باودر. مهم جدًا تحطّي اللي أنا قُلت لِك عليه ده. بُصّوا بقى، هنا كانت الخميرة كده بدأت تعلى خلاص كده، هابدأ أنزّلها على الحاجات اللي أنا حطيتها دي المكونات، وهاقلّبهم كويس أوي. هادوّب بقى الحاجات اللي أنا حطيتها دي مع الخميرة. الدوبان اللي أنا دوّبته ده هيخلّي العجينة لونها فاتح جدًا، جدًا بعد السِوَى، وهي معايا كده تبقى لونها أبيض وفاتح كده وحلوة جدًا. خلاص، هابدأ بقى وأنا باقلِّب كده هابدأ ألاقي طبعًا إن الخميرة اتفاعلت مع البيكنج باودر مع المكونات اللي أنا حطيتها دي، وبدأت الخليط ده يعلى كمان ويبقى حلو أوي. هانزل هنا بقى كده ب2 كيلو من الدقيق، طبعًا أنا حاطاه كده على طول من الكيس، بس أنا متأكدة من نضافة الكيس ده، يعني أنا مستعملة الكيس ده أكتر من مرّة يعني في وصفات كتير، فأنا واثقة من الدقيق. لو أنتِ مش واثقة من الدقيق يبقى يستحسن إن أنتِ تنخليه كويس جدًا. حطيت بقى كده ال2 كيلو من الدقيق مرّة واحدة، وهاحط بقى جنبيه كده كوباية مَيّة، وهابدأ إن أنا أزوّد منها واحدة، واحدة. طبعًا كوباية المَيّة اللي أنا باحطها دي في الصيف طبعًا باحطها من الحنفية عادي، لكن لو في الشتا بندفّيها حاجة بسيطة، بس إحنا في الصيف والجو حَر جدًا، فأنا عايزاها من الحنفية. خلاص، هابدأ بقى إن أنا كده أقلّب فيها كده كويس جدًا، جدًا، زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا أنا هاسرّع الفيديو بس أنتم فاهمين أنا باعمل إيه. طبعًا ما باحطش كمية المَيّة مرّة واحدة، لأ أنا باحطها حبّة، حبّة. ليه؟ لإن من أهم أسرار العجينة كمان إن أنا أحط المَيّة حاجة، حاجة عشان أطلّع عرق العجينة أو عرق الدقيق. لازم تطلّعي عرق الدقيق واحدة، واحدة كده.
خلاص هبدأ إن أنا أقلّب، يعني أحط شوية مَيّة وأقلّب، وبعد كده أحط شوية مَيّة تاني لحد ما العجينة تقول لي كفاية كده مَيّة، وألاقيها كل الدقيق اتشرّب وبقت كده خلاص مش محتاجة مَيّة تاني، بس هي already لسه ماسكة في إيدي وماسكة في الطبق، بس أنا بتبقى خلاص اكتفت من المَيّة. خلاص هاوريها لكم دلوقتي بعد ما تكتفي من المَيّة هابدأ أشتغل فيها إزاي. بصوا هنا حطيت لها خلاص كده كفايتها من المية، انا كده حاسه خلاص ان مفيش دقيق تاني، وهتبدا العجينه عايزه تتخدم مش اكتر. نزلتها بقى على رخامه نضيفه كويس جدا، ونزلت عليها بمعلقتين من السمنه او معلقتين من الزبده، بس يستحسن اللي هو ما يكونش زيت، يعني تكون الماده الدهنيه مش زيت، لا تبقى سمنه او زبده. ليه؟ لان بتخلي العجينه فيها طراوه حلوه قوي. هبدا بقى ان انا اشتغل في اول لحظه ما تنزلي كده الزبده او السمنه دي، بتحسي ان العجينه راحت منك كده ومش عايزه تلم منك، لا واحده واحده سايسيها كده، هتلاقي العجينه وصلت معاكي للمرحله دي بعد 10 دقائق بالظبط. 10 دقائق عجن كده حلو كده، هتلاقي العجينه نعمت معاكي ولمت وبقت تحفه وخطيره، والرخامه نطفت منك ومبقاش فيها اي حاجه. هبدأ بقى احطها في الطبق تاني، وهدهن الطبق كده حاجة بسيطة من السمنة او من الزيت، المهم يكون عشان لما العجينة تخمر وتعلى ما تلزقش في الطبق. خلاص كده وهركنها على جنب حوالي 10 دقايق مش اكتر برضو لان الجو حر. 10 دقايق بالظبط عبال ما نجهز الحشوة بتاعتنا. خلاص يستحسن لو انت كمان هتحشي الحشوة هتبقى سخنة، يعني حشوة اللحم أو حاجة ما تبقاش سخنة، تبقى مجهزاها من قبل بشوية، يعني متحطيش سخن على سخن والجو حر هيبوظ لك العجينة. بصوا بقى هنا بعد 10 دقايق بالظبط من الخميرة، بصوا العجينة عاملة ازاي، شايفين المنظر؟ والله العظيم قطن بالظبط كده، وخفيفة جدا 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 وحلوة قوي. بعشق العجين. بصوا بقى هنا هجهز صواني كده، وهبدأ ان انا اقطع يعني كور صغيرة كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عملتها بحجم متوسط. بصوا انا جبت الصينيه اللي هطلع عليها كده، فرشت عليها كيس بلاستيك. يستحسن برضو ان انت تحطي كيس بلاستيك، ما ترشيش دقيق خالص بقى، ما تعمليش مع الدقيق خالص، لان انا مش عايزه الدقيق يخش في المكونات التانية مع العجينه. ليه؟ لان لما يخش هينشف لي العجينه وهيبقى مش حلو خالص، تبقى يعني دخلت دقيق تاني على المكونات اللي انا عملتها. هبدا بقى كده اخد حته كده والمها لجوه كده زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. الحركة دي بتبقى تلقائي كده، الواحد يعني ياخد العجينة ويفضل يلمها كده جوه بعضها كده علشان خاطر تخمر وتبقى حلوة، ويبدأ يقطعها كده بإيده كده علشان خاطر تطلع كلها بنفس الحجم تقريبا. مرة على مرة كده ايديك هتبقى ميزان في الحاجات دي، وهتبدأي تطلعيهم كلهم قد بعض. شايفين؟ بصوا يا رب تكون بس الحركة باينة في الفيديو. انا مش عارفة اشرحها بصراحة، بس هو ايه انا يعني مش عارفة اشرحها. انا باخد العجينة كده بلمها جوه بعضها، وبعد كده بقفل عليها ايدي كده، واللي تطلع منها بروح واخداها على جنب. طبعا برضو ايديكي ميزان برضو، مرة على مرة هتعرفي تظبطيها لوحدك. العجينة لونها ابيض ازاي، وخطيرة خطيرة خطيرة، حلوة قوي. هبدأ بقى ان انا اقطع كل ده بنفس الطريقة دي. شايفين طريقتها سهلة ازاي، والعجينة حلوة ازاي. العجينة مش بتلزق خالص، يعني العجينة كده ايه، التلزيقه بتاعتها مش تلزيقه اللي هو محتاجه ميه، لا تلزيق طراوه فيها كده وحلوه قوي. دي الكميه كلها اللي طلعت لي. طبعا هبدا ان انا اشتغل مع اول حاجه عملتها. بس تعالوا الاول نشوف الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا كانت لحمه عصاج، لحمه مفرومه متعصجه بطريقه سهله جدا. يعني عملتها لوحدي مع نفسي يعني، بس سبتها تبرد خالص خالص زي ما قلت لكم، ما ينفعش تحطي حشو سخن على العجينه. وكمان هنا دي كانت جبنه اللي هي البراميلي مع زيتون اخضر، طحناهم مع بعض يعني كده. وهبدا ان انا احشي جزء باللحمه وجزء بالجبنه. خلاص كده تعالوا بقى كده نجيب المفرش السيليكون بتاعنا ونبدا نشتغل عليه. برضو ليه فرشت المفرش ده؟ انا مش عايزه دقيق خالص، المفرش ده ما بيخليش العجينه تلزق، فانا مش عايزه دقيق خالص في العجينه علشان ما تخفش مني، قصدي يعني تبقى دخلها مكونات تانية وتنشف مني. خلاص كده هبدا ان انا ايه، احط كده افردها كده من غير لا نشابه ولا اي حاجه ولا اي اداه، هي طريه جدا وحلوه قوي. بفردها كده بسمك رقيق مش قوي ولا يعني لا تخينه قوي ولا رفيعه جدا، لا
سمك وسط كده، وابدا احط الحشو واقفلها كده زي الساندوتش او زي القطايف، واقفلها كده بصباعي كده، عايز تعمليها بشوكه اللي يريحك. شايفين ازاي؟ بصوا بفردها بايدي كده، هي طبعا العجينه مرتاحه وخمرانه حلو جدا ومساعداني يعني في الشغل. خلاص كده فردتها، اخد جزء كده حاجه محترمه كده عشان ايه ما يقولوش علينا بخله، ونحط كده ايه نقفلها ونبدا نتك عليها كده بصبعنا كده، او ممكن بشوكه، ممكن لو عندك اي حاجه تضغطي بيها اضغطي بيها. بس هي العجينه علشان مرتاحه واخده راحتها طريه، فبتلزق على طول مع بعض، مش هتفتح منك خالص ان شاء الله. بصوا بقى هنا شايفين ازاي؟ نعمل واحده تانية، نفردها كويس كده، وبعد كده ننزل بالحشوه. طبعا انا لحمه العصاج دي انا منشفاها كويس جدا، يعني قعدت اقلبها كده على البوتاجاز لحد ما نشفت خالص ومبقاش فيها اي نقطه ميه. خلاص مهم جدا تنشفيها كويس قوي علشان خاطر ما يبقاش فيه سوائل في العجينه من جوه تقوم تبوظ مني العجينه وتبوش مني. خلاص كده نعمل تاني واحده، هنفردها كويس قوي، ننزل بكميه اللحمه كده. بص طبعا عايز تحشيها اي حشوه، ممكن شاورما لحمه، شاورما فراخ، بسطرمه، جبن، ميكس جبن. يعني انا هعمل حبه بالجبن اللي هو جبنه براميلي او جبنه الحادقه بالزيتون، بتبقى خطيره جدا. اي حشو انت عايز تحطيها حطيها، يعني العجينه دي معاكي في اي حاجه بصراحه، شغاله معاكي في اي حاجه. طبعا انا عملت شكل تاني هنا زي ما احنا متفقين كده، نعمل الجبنه شكل تاني علشان ايه ما يتصدمش اللي بياكل على ان هي لحمه وفي الاخر تطلع جبنه، خلاص يبقى عارف شكل اللحمه من الجبنه، عشان الموقف ده بنقع فيه كتير. خلاص انا بفردها كده، نعمل واحده تانية مع بعض. دي حشوه الجبنه، مش عارفه انا بعمل ايه ده كله، بس هي دي حشوه الجبنه. خلاص هناخد عجينه كمان هنفردها كويس قوي كده. عايزه اقول لكم بقى في الوقت ده كده بالظبط بتبداي تولعي الفرن، لان الجو حر والعجينه بتخمر في ايدك اصلا، يعني هي مش مستاهله ان انا اسيبها شويه تخمر. يعني هي العجينه اوريدي بتخمر على طول يعني في الجو الحر ده. فانا ولعت الفرن. بصوا انا فردتها، حطيت الحشوه في النص، قفلتها كده مثلث، يعني يا رب تكون الحركه واضحه قصادكم. زي ما قلت لكم انا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا، اعلى درجه حراره في الفرن، لان مش عايزاه يقعد كتير عشان ما ينشفش مني. انا عايزاه يا دوبك يدخل كده ياخد اللون كده ويستوي على طول. بص نفرد كده، ماشي، يا رب تكون بس ايه، يا رب اعرف اشرحها. وبعد كده ايه ناخد الحشوه في النص. بعتذر طبعا ايدي طبعا وجعيني فقعدت رعش كده معلش. بصوا هاخد الحشو كده في النص، وبعد كده ايه نقفل اللي هو قفلة المثلث، يعني ايه، بصوا نجيب كده الطرفين دول كده نقفلهم، وبعد كده نجيب الطرف التالت ده نقفله مع الطرف. يعني هو الفيديو واضح، انا مش عارفه اشرحها والله، بس هو الفيديو واضح يعني، ان شاء الله يكون واضح وتكون الطريقه سهله بالنسبه لكم. دي حشوه الجبنه، زي ما اتفقنا تقدري تحشيها اي حاجه، وممكن تعمليها فاضيه كمان، يعني هعمل كام واحده فاضيه كده من غير اي حاجه خالص. احشيها انت بقى بمعرفتك بعد ما تخلصوا اكل بعد ما تخلصوا ساعه الاكل، يعني ساعه الاكل كده كل واحد يحشيها بمعرفته، يعني اللي عايز يحط اي حاجه فيها تتحط. وبعد كده ايه نعمل واحده كمان احسن، خلينا نعمل واحده تاني. اهو حطيت حشوه كده برضو حلوه كده محترمه برضو كده، ما تبقيش قليله كده في حشوتك كده عشان الاكله تبقى طعمها حلو. وابدا اقفلها كده، اقفلها كويس جدا. شايفين؟ حلو كده. كده بعد بقى خلصت الكميه كلها والفرن طبعا والع، طبعا كانت خمرت والحمد لله. بصوا بقى هنا انا يعني بحط على وشها حاجات كتيرة جدا. النهاردة المرة دي جربت طبعا صفار البيض مع معلقة من الزبدة مع حبة من اللي هو قهوة سريعة الذوبان، دوبتهم كويس جدا مع بعض، وبدأت ان انا ادهن الوش. ليها حاجات كتيرة قوي بتدهن على الوش، والنهاردة قلت اجرب معاكم اللي هي قهوة سريعة الذوبان بالصفار البيض، وكمان معلقه الزبده. معلقه الزبده دي مهمه جدا. دهنت كله طبعا كده ودخلت الفرن كده على طول على طول على طول. اول ما يخرج شايفين ما كملش 10 دقايق الصاج بيدخل، ما بيكملش 10 دقايق. اول ما يخرج ارش عليه شويه ميه كده، لازم ببخاخه نظيفه بتاعه المطبخ، بخاخه نظيفه
أأكد كمان دي بخاخة نضيفة مخصصة للحاجات دي بالضبط. بس أرش عليه على طول، أول ما ترش كده تسمعي الصوت كده المحبب لقلبي، وبعد كده أغطيها بقماشة نضيفة وأسيبها كده تطرى كده مع بعضها كده وما تبقاش ناشفة. شايفين بقى كده؟ شايفين من تحت ومن فوق لون واحد ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ والله العظيم كانت خطيرة. طبعا أنا عاملاها بقالي كام يوم، طبعا طعمها حلو قوي ما تنساش لحد دلوقتي. شايفين كل السوا من تحت زي فوق، تحفة 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 خطيرة. طبعا انا بطلعها بالبتاعه دي بس عشان خاطر لسه طبعا سخنه، فماسكه في الصينيه شويه، بس هي لو سبتيها شويه بتطلع لوحدها على طول. بس انا متسربعه معاكم بصراحه، انتوا عارفين يعني فاطمه المتسربعه على حاجتها عايزه تعرف حاجتها استوت ولا لسه، فعلى طول بطلع منها على طول كده. شايفين الجمال؟ خطير. شايفين اللون من تحت؟ خطيره. دي طبعا بحشوه الجبنه. بصوا هنا دي مش محروقه، خلي بالكم عشان تبقوا عارفين، دي بس الجبنه فتحت من تحت، غطت من من القرصه وراحت خارجه من الساندوتش. شايفين جمال؟ ملونه كده، ملونه لونها من تحت كده خطير. دي طبعا كانت فاضيه مكانش فيها اي حاجه خالص، عملت كام واحده كده مش كتير يعني. وحطيت كده زيتونه كده على الوش كده، اللي هو بالجبنه، وطبعا اللي هو باللحمه رشت عليه كده رشه خفيفه كده من السمسم، يعني مش مستاهله يعني، ما كانتش ليها لازمه يعني، لو مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش خلاص. تعالوا بقى كده نفتحها واحده واحده مع بعض كده. دي بقى اللي بالجبنه، بس خلي بالكم كانت سخنه جدا على فكره. دي اللي بالجبنه. يا رب بس الكاميرا بس كده تعمل زوم كده عليه وتبقى حلوه. يلا هتيجي، استنوا اصبروا. اهي. شايفين العجينه؟ طبعا يا رب تكون واضحه، بس العجينه مسامتها كانت تحفه وخطيره خطيره خطيره، والجبنه كانت حلوه جدا وساحت كده من جوه وحلوه قوي. طبعا لو جبنه رومي كانت تبقى حلوه جدا جدا جدا، بس بناء على الطلبات ان شاء الله. كانوا طالبين، جوزي كان طالب اللي هي الجبنه الحادقه مع الزيتون. دي اللي باللحمه بحشوه اللحمه كده حلوه ازاي؟ حلوه جدا. شايفين العجينه قطنيه جدا 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 وهشه بشكل مش طبيعي. شايفين بقى الوصفة النهاردة عجبتكم؟ يا رب تكون الوصفة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. ولو عجبك الفيديو زي ما اتفقنا نعمل ايه؟ ندوس لايك ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. وباي باي.